اتفضلي يا عروسه برجلك اليمين والنبي. كنت هتقطع الفستان يا حيوان. حيوان؟ يا قلة الادب عليا الطلاق، ما تقعدي على زيت دقيقه واحده. انت طالع. هو الواد من سنك؟ لا من درسك. انت ما تصوريش قد ايه كان قلبي بيتقطع وسرقوه فاخدك في حضني وعمال يقطع في شفايفك. ده انا اتعذبت عذاب وانا بصوركم. واخرة المتمة مش عايز يروح لسكولز. لسكولز اس الجمع ازاي يعني لما يكبر هيعكس موديلز ابوستروف اس. لا طبعا، لا طبعا بحب الستات، وبعدين مين غبي يكره الستات؟ حياة ابوك ما تفكرنيش، دي شقه زباله ونسوانها كلها عايزه الحرق. ليه يا نوفل قاريني غلط؟ ده انا بحبك. الجمهور لقبه بالباتشينو الغلابة، مش علشان بيقلده، لا علشان حضوره اللي يخطف. من أول ما ظهر في فيلم الباشا تلميذ الناس قالت ده ملك الكاريزما. عارف يا ده نوفل اللي مصبرني عليك ايه؟ حبك ليا. لا وحياة امك دماغك العاليه. حبيب قلبي. امسك. عنده نظرة بتتكلم وهدوء بيشد وطريقة أداء تخلي أي شخصية يلبسها تبان حقيقية. أم نهانا عنه الشيطان. الامانه ضاعت من الناس. فمرة طلع واتحاسبن على أحمد السبكي وقال له قدام الناس شكرا على القلم اللي اديتهولي. اكبر ظلم وقع عليا لان ده ما حصلش في تاريخ السينما. لا ومش بس كده، الناقد طارق الشناوي ما رحمهوش وصرح كده على الملأ أفلام محمد رجب ما بتنجحش، لكن هو لا اتكسر ولا رجع وراه. أيوة زي ما بقول لكم كده، ده مش مسلسل ولا فيلم، لا دي حياة الممثل محمد رجب. تعالوا نعرف أكتر عن حياة محمد. أنا قلت محدش هيعملها غير صابر جوجل. بص يا غالي انا بقيت في حضن ليله ظبط لي ضربات القلب وانت تقول لي كل متر ونص كمين. امال فين المصلحه؟ محمد رجب اتولد 27 مايو سنة 1975 في الجيزة. عنده 4 اخوات بنات واخ واحد. كان حلمه من وهو صغير يدخل كلية الشرطة، لكن عيلته كانت عايزاه يدخل فنون جميلة، لكنه خالف كل التوقعات ودخل كلية الاعلام. وبعد ما اتخرج منها اشتغل مهندس ديكور في التلفزيون المصري، وهناك بدأ يشوف الممثلين وبدأت تعجبه فكرة التمثيل. ولما قال لأهله انه عايز يمثل رفضوا بشكل صريح، ورد فعل محمد كان صدمة. انا سبت البيت فتره كبيره جدا، متحمل المسؤوليه في كل حاجه، ومش ممكن ارجع البيت ده ابدا غير محقق حلمي. يا اما هرجع اسلم عليهم عشان انا هسافر بره مصر. من بعدها قرر محمد يدور فعلا على حلمه. ففي مرة هو بيشتغل مهندس ديكور قابل ناس كتير داخلة تعمل دور كومبارس. تخيلوا محمد رجب عمل ايه؟ فبصيت على العمال اللي معايا وتمام الدنيا هاديه، كانت الاوضه بتاعتي ازاز بس على الممر بتاع البلاتوات. رحت تراك رامي نفسي في وسطهم. بس للأسف النهاية كانت سيئة. قلت له هو ده المنطق، راجل هيموت مش هينفع اقف جنبه واعمل له واسكت. ها قال لي طلعوه بره فطلعت. بس محمد ما استسلمش من كتر الكلام المحبط اللي كان بيسمعه من كل اللي حواليه، وقرر انه هيشتغل مساعد مخرج. وفعلا اشتغل 4 سنين مع المخرج يوسف شاهين و4 كمان مع طارق العريان، لحد ما خلاص تعب مش لاقي شغل ومش عارف يحقق حلمه. قرر ساعتها انه خلاص هيسافر وجهز كل الورق وخلاص هيسافر اليونان. حصل اللي محمد ما كانش متوقعه. كنت مسافر، جات لي مكالمه من ايناس الدغيدي طلبتني مذكرات مراهقه، كنت انا مسافر وافقت. ودي كانت بدايه محمد رجب الحقيقيه. شارك في فيلم مذكرات مراهقه سنه 2001. انا ممكن ادفع لك اللي انت عاوزه. حبيبتي الحكايه عمرها ما كانت عندي فلوس. عمل محمد أداء حلو قوي في الفيلم، وأثبت إنه يقدر يبقى نجم في المجال اللي بيحبه. والفيلم ده كان نقلة كبيرة في مشواره الفني. وبعدها وفي نفس السنة اشترك في فيلم حرامية في KG 2 مع كريم عبد العزيز وماجد الكدواني. شايفين السمك؟ عمل دور ضابط مباحث. الدور كان بسيط لكن أداؤه كان حلو قوي، وده ساعده في إن المخرجين يلاحظوه وبدأ ياخد فرص أكبر زي فيلم الباشا تلميذ سنة 2004. حاولت اعمل حاجه صح مع كريم عبد العزيز وغادة عادل. عمل دور شاب في الجامعة شكله ابن ناس وبريء، لكنه بيعمل مصايب كتير، وبصراحة خلى الناس تكرهه في الفيلم، وده هو النجاح. وبعد الفيلم ده بقى ليه اسم وسط الجمهور المخرجين، وبدأ ياخد بطولات بعدها زي فيلم تمن دستة أشرار سنة 2006. بوركت يا اخي، ولكن الوضع حرج ولا نستطيع الحضور لشراء هذا الكم من الدولارات. مع ياسمين عبد العزيز. ومحمد قال عمري ما هنسى اللي ياسمين عملته معايا، علشان الفيلم اتعرض على كذا ممثلة، فلما كانوا بيعرفوا انه بطولة محمد رجب كانوا بيرفضوه لانه كان لسه في بدايته، فالوحيدة اللي وافقت كانت ياسمين. والفيلم اول ما نزل حقق نجاح جماهيري كبير، مع ان الفيلم كان نازل في موسم المنافسة فيه قوي، لكنه حقق ايرادات كويسة قوي وقتها. ومن بعدها كل ادواره بطولات زي الباشمهندس حسن. اخد حق مين وازاي؟ من رياض اللي مسيبني في حالي ولا ابوي اللي نزلني سنه عشان ابني يبقى معيد؟ وكلاشينكوف. اللي فكرت فيه اني احميكي وبس،
كانش يفرق معايا اي حاجه تانية. والاتنين دول من انجح الافلام اللي قدمها محمد رجب، والاتنين كانوا في نفس السنه. وفي سنه 2009 عمل محمد اول مسلسل بطولته اسمه ادهم الشرقاوي. وايه اللي يخليني اخدها هزار يا بدران؟ محمد في الدور ده كان عنده كاريزما قويه، ولبس الشخصية كويس قوي من ناحية الشكل ومن ناحية الأداء، وده كان واحد من أشهر الشخصيات الشعبية في التاريخ المصري. وبعد كده فضل 10 سنين يقدم أفلام بس، زي فيلم محترم إلا ربع. مراوح السقف تطر على الناس، مش تتاجر برغيف العيش قوت الناس الغلابة. وسالم أبو أخته، اموت على مهلي والعب في الهادي. والخلبوص، هو الواد من سنك؟ لا من درسك. وصابر جوجل. غالي والطلب شريف، حوارك ده يخلص في ثانية إلا ثانية. طول ما أنت يا باشا في الخدمة العبد لله في الخدمة. لحد سنة 2019 لما اتفاجئ الجمهور ان محمد عامل مسلسل، علشان كان بقاله فترة مش بيعمل اي مسلسلات، وده كان مسلسل علامة استفهام. بلاش يا سيدي يا هب منك عشان بتزعل. والمسلسل كان مختلف عن اي حاجة قدمها قبل كده، وفعلا عجب الجمهور. واخر اعمال محمد رجب سنة 2025 ظهر ضيف شرف في فيلم ريستارت لتامر حسني، ظهر فيه بدور ظابط. مش عارف انت مجنون ولا شارب حاجة ولا في حد مسوحك. وعامل كمان مسلسل اسمه الحلنجي. عيب. عرفت منين؟ وراني الورق وخدت منه أمارة هتديها للناس، هم يهدوا عليك وانت كمان هتهدى عليا. واللي كان بطولته مع ايتن عامر وعبير صبري، ظهر فيه نصاب محترف واداؤه كان متميز جدا فيه. بما ان حياة اي ممثل مش بتخلى من الاشاعات، فمحمد دايما كان بيطلع عليه اشاعات كتير، بس كان بيتجاهلها لانه ما كانش بيحب يطلع في برامج. بس من فترة صغيرة بدأ يطلع في برامج ويرد على كل الاشاعات. فطلع اشاعة مرة على محمد رجب انه وافق يعمل بطل دور تاني مع ممثلين كتير، بس رفض يعمله مع مصطفى شعبان، وظهر في لقاء ورد على الاشاعة بكل بساطة. مش رفضت بطل تاني مع مصطفى شعبان، انا رافض فكره ساعتها التوقيت ده كنت مشغول بالسينما. ومن الاشاعات اللي طلعت على محمد رجب اشاعه حزنه على ايرادات فيلم بيكيا، ورد محمد رد جريء جدا بسبب ان الفيلم نزل افيش بس ما نزلش في السينمات. غرفه صناعه السينما لاول مره تعلن ان فيلم في العيد ما نزلش. اكبر ظلم وقع عليا ولا يمكن يكون بعده ظلم، لان ده ما حصلش في تاريخ السينما. لكن بعد كده اتصالح مع السبكي. استاذ احمد السبكي احنا اتصالحنا ومضينا مع فيلم بعض كوكتيل وان شاء الله الفيلم يكسر الدنيا. ومن الحاجات اللي حصلت ان طارق الشناوي طلع في برنامج واتكلم عن افلام محمد رجب بطريقه بيقلل منه فيها. من واقع الارقام ومن واقع مشاهدته الافلام انه مساحته الجماهيريه محدوده. لكن محمد رد عليه بطريقه محترمه. الله يهديه يا رب يعني. وطلع اشاعه ان في خناقه بينه وبين اشرف عبد الباقي، لكن طلع ونفى كل الكلام ده. اشرف عبد الباقي من الطف الناس، من احلى البرامج، هو على المستوى الشخصي كمان جميل. ومن الكلام اللي طلع على محمد رجب انه بيكره الستات وبيرفض ياخد منهم اي اوردر. تعالوا نشوف رده كان ايه على الكلام ده. لا طبعا، بس هو مش كده بالظبط. لا طبعا بحب الستات، وبعدين مين غبي يكره الستات؟ الفنانة سارة سلامة كمان طلعت قالت محمد رجب منفسن مني، ورد محمد عليها كان جميل قوي. كل واحد يقدر يقيم اللي قدامه ومش شرط يكون تقييمه صح، يعني هي شافت كده ما اقدرش انا ابرئ نفسي من كده. ودي كانت شوية من الدراما اللي مر بيها محمد رجب في حياته. نيجي بقى للحياة الشخصية. محمد رجب من النوع اللي بيحب يحتفظ بخصوصيته بعيد عن الأضواء، وده باين جدا من أول ظهور ليه. عمره ما حب يتكلم عن حياته الشخصية، لا في برامج ولا في لقاءات، ولو اتسأل بيكتفي بكلمتين وخلاص. ما بيحبش يدخل في تفاصيل عن بيته أو أهله، ودايما بيحاول يحافظ على إن حياته العائلية تفضل بعيد عن الكاميرات والسوشيال ميديا. لكن المعروف عنه إنه اتجوز مرتين. الجوازة الأولى كانت سنة 2009 من فنانة تشكيلية ومهندسة ديكور سعودية اسمها غدير، وخلف منها ابنه الوحيد يوسف سنة 2011. لكن للأسف الجوازة دي ما كملتش، وانفصلوا سنة 2014. ورغم الطلاق العلاقة بينهم كويسة علشان خاطر ابنهم. أما الجوازة التانية فضل مخبيها لحد ما في لقاء سنة 2022 قال إنه متجوز بقاله سنة ونص من الممثلة اللبنانية دانا حلبي، بعد ما عملت معاه مسلسل مشوار الونش. والجواز مستمر لحد دلوقتي، لكن ما فيش أي أخبار عنهم. يمكن محمد رجب ما كانش طول الوقت في الصورة، ويمكن شهرته طلعت ونزلت كذا مرة، بس عمره ما غير جلده ولا قرر يبيع نفسه علشان دور يخلي اسمه يلمع شوية. لكن مشواره الفني طويل ومليان حكايات. بيقولوا انهم شغالين في الاستيراد والتصدير، بس عيال شكلها زباله، اكشف عليهم كده سياسي وجنائي. مرة نشوفه في ابن البلد الجدع، ومرة نشوف الكوميديان الخفيف، وكل دور بيعمله دايما بيفاجئنا بأدائه. هو ساعات بيسيب الساحة شوية، لكن لما بيرجع بيفاجئنا دايما لأنه ببساطة لسه عنده حكايات ما اتحكتش.